اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض شويه مخبوزات صيامي حلوه قوي. هنعمل سميد بالعجوه وفطاير محشيه بالجبنه والزيتون، الاتنين من عجينه واحده. مكوناتها بسيطه وطريقتها سهله جدا. هنحتاج نص كيلو من دقيق المخبوزات، لازم يكون دقيق ليه عرق قوي. 3 معالق كبار من السكر، انا بستخدم المعالق المعياريه. معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الخميره الفوريه حوالي 12 جرام، نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنحتاج نص كوباية من المية الدافية، دول هندوب فيهم الخميرة والسكر، وطبعا هنحتاج مية تاني للعجن. حطينا كل المكونات على الدقيق، وطبعا الخميرة والسكر في نص كوباية المية الدافية، سايبينهم دقيقتين كده على جنب على ما نقلب المكونات مع الدقيق. وبعد كده هنحطهم كلهم مرة واحدة على الدقيق. زي ما قلنا كمية المية دي مش كافية، دول كانوا نص كوباية بس، هنحتاج حوالي كوباية كمان من المية، هنزودها بالتدريج. ونختبر العجينة بتاعتنا، لازم تكون العجينة طرية ومش بتلزق. دي كده خدت تقريبا 3/4 كوباية المية، غير طبعا نص الكوباية اللي حطيناها مع الخميرة. وهنسيب العجينة تتعجن لغاية ما تبقى طرية وبتمط معانا كده. كده العجينة خدت كفايتها من العجن، هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة من نص ساعة لساعة لغاية ما تتضاعف في الحجم. بعد ما العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين خمرت وحجمها اتضاعف، هنبتدي نخرج منها كل الهواء ونقسمها علشان نبتدي نشكلها. انا هعمل النهاردة نص العجينة محشية بالعجوة، والنص التاني هعمله بالجبنة. هنحط كده رشة من الدقيق ونبتدي نقسم العجينة بتاعتنا نصين. طبعا انتوا ممكن تحشوها اي حشوات تانية غير الجبن، ممكن تحشوها شوكولاتة او نوتيلا، ممكن كمان تحشوها بلحوم. بعد ما قسمنا العجينة هنغطي النص اللي احنا مش هنشتغل فيه، ونبتدي بقى نشتغل في الجزء الاول اللي هنعمله بالعجوة. هقسم العجينة على 8 قطع، حاولوا تكون القطع كلها قد بعض. لازم طول الوقت نبقى مغطيين العجينة بالبلاستيك علشان العجينة ما تنشفش. طبعا انا جهزت العجوة، انا بشتريها جاهزة مش بحط عليها اي حاجة. وجهزت معلقة كبيرة من العسل الاسود، دوبتها في معلقة من المية علشان ادهن العجينة. وطبعا جهزت السمسم علشان نرشه فوق العجينة. نبتدي بقى ناخد اول قطعة من العجينة نفردها بايدينا كده بشكل مستطيل، وناخد قطعة من العجوة ونحطها في النص. نبتدي نقفل العجينة عليها كده رول، ونقفلها كويس قوي من تحت علشان ما تفتحش. وناخد بقى القطعة اللي عملناها دي ونبتدي نبرمها بين ايدينا كده لغاية ما نطولها للسمك اللي احنا عايزينه. طبعا انتوا تقدروا تتحكموا في حجم السميد بالعجوة، عايزينه ارفع من كده، عايزينه اتخن من كده، عايزين كمية العجوة قد ايه، دي كلها حاجة ترجع للي انتوا بتحبوه. بعد ما وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه نبتدي بقى نقفله دايرة كده ونضغط عليه كويس علشان ما تتفتحش، ونبططه بايدينا ونجيب السكينة ونعمل فيه فتحات بالورب كده علشان نعمل الشكل اللي هو المعروف بتاع السميد بالعجوة. هوريكم واحدة تانية طريقتها بسيطة جدا. بنبطط العجينة بايدينا وناخد قطعة من العجوة ونقفل عليها كده رول، ونقفلها كويس من تحت. وبعد كده نبتدي نبرم العجينة بين ايدينا لغاية ما نوصلها للسمك اللي احنا عايزينه، ونقفلها دايرة ونبططها بايدينا ونقطعها بالسكينة. بعد ما نخلص التشكيل طبعا بنحط السميد على صواني عليها السيليكون مات او ممكن ورق زبدة، ونبتدي بقى ندهنها بخليط العسل الاسود والمية. ميكس العسل الاسود مع المية بيدي لون حلو ولمعة للعجينة بتاعتنا. وطبعا هنحط عليها سمسم، وبعد ما نخلص كل الكمية هندخلها الفرن طبعا وهو مطفي علشان تخمر لغاية ما حجمها يتضاعف للمرة التانية. النص التاني من العجينة انا هعمله بالجبنة المبشورة مع الزيتون. انا استخدمت الجبنة النباتي، استخدموا اي نوع جبن بتحبوه. هناخد النص التاني من العجينة وهقسمه على 6 قطع، وهنبتدي ناخد واحدة واحدة كده ونكورها كور صغيرة. طبعا لازم طول الوقت نغطي العجينة بالبلاستيك. هنسيبهم يريحوا كده 5 دقايق، وبعد كده نبتدي نشتغل في أول واحدة كورناها. نبتدي نفردها بالنشابة، نحاول نفردها بشكل بيضاوي كده طويل شوية، مش لازم تبقى مظبوطة قوي. وهنحط كمية من الحشوة في النص، وبعد كده ناخد الطرفين بتوع العجينة نقفلهم مع بعض كده نعملهم شكل المركب. طريقة بسيطة قوي وما بتاخدش وقت خالص، وبيطلع شكلها حلو قوي بعد ما تستوي. هوريكم واحدة كمان نفس الطريقة، بنفردها كده بالنشابة. ممكن على فكرة تفردوها كلها بايديكم، المهم نوصل لشكل بيضاوي كده، ونبتدي نقفل الطرفين بتوعها لغاية ما ناخد شكل المركب. بعد كده طبعا بعد ما نخلص الكمية برضو هندهنها بخليط العسل الاسود والمية، والمرة دي انا هحط عليها سمسم مع حبة البركة. وهندخل كل الصواني بتاعتنا في الفرن، او حتى هتسيبوها برا بس لازم نغطيها بفوطة لغاية ما تخمر. بعد ما السميد بتاعنا حجمه اتضاعف هندخله الفرن على درجة حرارة 450 فهرنهايت لمدة 10 دقايق على أول رف من تحت. بعد 10 دقايق بالظبط طلع باللون الجميل ده، لازم تبقى عينكوا عليه علشان بيستوي بسرعة. الكمية دي كلها طلعت من نص كيلو دي. طبعا بعد ما يبرد ممكن تشيلوه في أكياس الفريزر وتطلعوه بعد كده تسخنوه في الميكروويف. طعمهم حلو قوي وينفعوا للفطار أو العشاء، وزي ما انتوا شفتوا العجينة مكوناتها بسيطة جدا.
جربوا تعملوها وقولولي رأيكم في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.